مساء الخير على مشاهدينا ومتابعينا في اوان مصر في كل مكان. معاكم احمد مصطفى من القسم الرياضي. يعني في ازمات كبيره جدا في نادي الزمالك. العنوان يعني الفيديو بتاعنا كده، الازمات تضرب القلعه البيضاء. هنبتدي معاكم بازمه الكهرباء. يعني من شركه الكهرباء كده بعتت انذار لنادي الزمالك، تهديد كده بفصل تيار الكهرباء عن النادي. ليه بقى؟ لان في مديونات كبيره جدا على نادي الزمالك تصل ل 4 مليون جنيه بسبب عدم دفع يعني كهرباء خلال السنوات الماضيه. يعني تهديد او انذار كده رسمي لنادي الزمالك ان لو ما سددوش المديونيات دي او جزء حتى من المديونيات بتاعه شركه الكهرباء هيتم فصل التيار الكهربي عن نادي الزمالك. فهنشوف نادي الزمالك هيلاقيها منين ولا منين، الغرامات على الفريق للفيفا ولا الازمات ولا وقف القيد ولا ايه. فدي كده يعني اول قصه في نادي الزمالك. نخش بقى على يعني الحاجه السخنه كده في نادي الزمالك، الانتخابات. مين اللي نازل في انتخابات نادي الزمالك لحد دلوقتي؟ يعني احنا هنا في اوان مصر اتواصلنا مع احمد سليمان رفض يعني يقول اي تصريح خاص بسبب الانتخابات. بس اللي احنا عرفناه هنا من مصادرنا في اوان مصر ان احمد سليمان بيحضر يعني قائمه قويه جدا عشان ينزل بيها الانتخابات، واول خلاص لما يتفق على القائمه دي هيعلن في بيان رسمي على صفحته انه نازل الانتخابات بالقائمه دي. يعني هو مش عايز يعني يعلن كده بشكل فردي، عايز يعلن لما يكون خلاص بشكل رسمي كون القائمه اللي هينزل بيها الانتخابات. ده كده احمد سليمان. في بعض المحاولات كده من حسين لبيب انه عايز ينزل او بالفعل هينزل، واعلن ده في احد البرامج التلفزيونيه، قال انه يعني حضر قائمه قويه جدا هينزل بيها الانتخابات لانقاذ نادي الزمالك. ده تصريح منه في خلال احد البرامج، قال انه نازل الانتخابات مع قائمه قويه لانقاذ نادي الزمالك. ده كده يبقى عندنا كده جبهتين، في احمد سليمان وفي حسين لبيب. حسين لبيب اعلن بشكل رسمي، لسه احمد سليمان لم يعلن بشكل رسمي. في برضو يعني هنقول كده مين دي ممكن تبقى مفاجأة للبعض، يعني عمرو الجنايني. في بعض المشاورات كده ان عمرو الجنايني ينزل انتخابات نادي الزمالك على يعني مقعد الرئيس كده، وهيكون معاه يعني قائمة كده هو لسه بيكونها لكن ما اعلنش خالص او لسه هيعلن خلال الايام القادمة. وفي برضو يعني بعض اعضاء نادي الزمالك كده غضبانين او مش عايزين عمرو الجنايني بسبب مواقفه السابقة مع نادي الزمالك. يعني كان اخر مرة يعني كان بيدير كده اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره، وخد يعني قرارات ضد نادي الزمالك، حصلت عليه حملات كبيره جدا من جماهير نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك انهم هاجموه بسبب القرارات اللي خدها ضد نادي الزمالك. وفي برضو الاسم الرابع ده هيكون مفاجاه كبيره جدا لبعض الجماهير. في يعني كده هنقول دي القايمه اللي هيدعمها مرتضى منصور لو ما حصلش في الامور ونزل في الانتخابات بسبب طبعا القضايا والاحكام الكبيره اللي عليه. هيكون القايمه دي مين اللي بيرقصها؟ هيكون احمد جلال ابراهيم. طبعا كان نائب في مجلس مرتضى منصور، مش الاخير ده، المجلس اللي قبليه كان نائب معاه. فنقول دي القايمه اللي هيدعمها مرتضى منصور، هيكون احمد جلال ابراهيم. وبيشكل برضو يعني كده عايز يشكل قايمه قويه ينزل بيها الانتخابات، ومن الوارد جدا ان يخش معاه احمد مرتضى منصور كنائب، او يخش برضو بعض من اعضاء مجلس الاداره المستقيل في القايمه دي. عشان كده هتكون القايمه دي بدعم من مرتضى منصور. ده لو يعني ما حصلش كده بعض التغيرات ومرتضى منصور قدر انه يخش الانتخابات، لو قدر انه القضايا اللي عليه دي تتشال. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل في نادي الزمالك. الفريق حتى الان ما اجراش اي صفقات، الفريق حتى الان يعني محجوز على ارصده النادي. سمعنا خلاص ان الحجز هيتفك او الحجز هيتشال، لكن لسه لحد دلوقتي مفيش اي حاجه على ارض الواقع، مفيش صفقات، القيد ده واقف. الفريق خلاص داخل على الموسم الجديد. سوريو طلب صفقات لم تنفذ حتى الان. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل. الزمالك يعني داخل مش عايزين نقول موسم كارثي، لكن الزمالك بيعاني بشكل كبير جدا. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك. نتمنى يعني الامور تتحل، يكون في استقرار اداري واستقرار فني، والزمالك يقدر يعمل صفقات. كل الفرق عملت صفقات، الاهلي، بيراميدز، فيوتشر، المصري.
الفرق جميع الفرق يعني دعمت صفوفها، لا نادي الزمالك مشي منه كمان لعيبه وما دعمش قصاد اللعيبه دي. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل في نادي الزمالك الفتره الجايه. كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك وكل الانديه الجماهيريه بندعمها. يعني هنكون معاكم لحظه بلحظه كده لمتابعه جميع الاحداث الرياضيه على مدار اليوم. كان معاكم محمد مصطفى، شكرا لمتابعتكم.